مساء الخير. النهارده أنا هاكلمكم عن موضوعين. أول موضوع وهو كل الناس عيانة، كل الناس عندها الفيروس اللي إحنا مش عارفين ده إيه بالضبط، إنفلونزا، الفيروس الخلوي، الكورونا، كل الناس سخنة، كل الناس حقيقي متحطمة، مع إن المدارس للأسف الشديد ما قفلتش. يعني حاجة زي كده، أنا بنتي عايزة تروح المدرسة، مش عارفة تروح المدرسة، يعني لإنها كل أصحابها عيانين، لكن لازم تروح المدرسة، لإن هي لو ما راحتش هتتخصم منها درجات كتير، لإنها نظام الأمريكا. فطبعًا الوضع يعني نعمله زي السنة اللي فاتت، يعني أنا يعني باناشد سيادة الوزير أرجوك ارفق بحالنا، وإنك أنت تعمل إجازة للولاد أسبوع تنهي بيه المشكلة دي كلها لحد الموضوع ما ينتهي، أو ما عرفتش نعمل أسبوع ندّيهم زي السنة اللي فاتت، نقسّم الclass ل قسمين، قسم يروح مثلًا الحد وقسم يروح الاتنين ويوم ويوم، وبنقضّيها كانت ماشية دراسة عادي. لإن تكدُّس الولاد في المدارس والولاد كلّها بتبقى عيانة، للأسف الشديد هم بيعيوا وبيجيبوا لنا إحنا. أنا لسه خارجة من دور جامد جدًا كان عندي، على فكرة دور أنتم مش قادرين يعني الواحد بجد والله الحمد لله إن إحنا يعني شفيت منّه الحمد لله، إنه دور جامد أوي. يعني هو دور بيكسّر لِك جسمِك، بتطلعي بسخونية جامدة، بتحسّي مش عارفة أنتِ إيه يعني، وللأسف بتعملي تحليل كورونا ما بيطلعش كورونا، طَب عندِك إيه ما تعرفيش عندِك إيه، وبتبقي محتارة جدًا لإن هو فعلًا بينهي يعني ممكن تقعدي يوم، يومين أنتِ مش في الدنيا خالص. وفي بقى بييجي لهم حبايبي عندهم حساسية من الصدر والأطفال الصغيرة، مستشفيات مليانة، فأرجوكم انتبهوا، أرجوكم الكمامة ترجع تاني، أرجوكم اقعدوا مع بعض بس في أماكن عامة، المدارس تحاولوا يعني أرجوه سيادة الوزير أنا بالجأ ليك إنك تراعي شوية إن إحنا في عندنا ناس كبار بتيجي لنا بيتنا، إحنا نفسنا ممكن نعيا وبيجرى لنا حاجة ما بنقدرش يروحوا شغلهم وتتعطل حاجات كتير، فإحنا عايزين أرجوك لو إحنا شايف الموضوع في زيادة زي ما أنا شايفة، إنك تقفل المدارس أسبوع رحمةً بينا، ما قدرتش يبقى نعمل اللي أنا قُلت عليه زي السنة اللي فاتت في كورونا. تاني موضوع عايزة أكلّم حضرتك فيه، هي استغاثة لسيادة الوزير التربية والتعليم، استغاثة من كل قلبنا إحنا كأولياء أمور للدبلومة الأمريكية، إن إحنا أرجوك يا سيادة يعني أرجوك يا سيادة الوزير، إحنا فعلًا، فعلًا تعبانين معنويًا وماديًا. ماديًا لإن إحنا كل المحاولات بتبوء بالفشل، الامتحانات صعبة جدًا والولاد بيبقوا بيزيدوا قليل. مش الزيادة اللي إحنا عايزين عشان يدخلوا كليات معيّنة، فبنضطر نعيد تاني والإعادة فيها دفع تاني امتحان بمبلغ وقدره، بندخل في center مع دروس بمبلغ وقدره، المهم يعني بنتحمّل ماديًا، ده غير الGPA بتاع المدرسة والدروس التانية بتاعته والقصة اللي إحنا داخلين فيها. فطبعًا حِمل جامد جدًا علينا. سيبك من حضرتك من كل ده، مش مشكلة، ما تبُصّلناش في الامتحانات ولا تبُصّوا لنا في الموضوع ده، خلاص الحمد لله يعني بدأنا نستقر وبدأت الولاد توصل لمرحلة إحنا عايزين نصدّق لهم بقى على الشهادة، نصدّق السنة اللي فاتت يا سيادة الوزير كان التصديق على الشهادة ما يتجاوزش ال2000، 3000 جنيه، السنة دي بقدرة قادر كده اتقلبت ل8000 جنيه. 8000 جنيه أنا مش عارفة والله، يعني ده أنت حضرتك لو هناخد مثلًا شهادة الEST1 مع شهادة الES2 الEST2 جمعناهم مع بعض هيطلعوا 16,000 جنيه، ده غير حضرتك بندفع الترم الأخير للمدرسة، ده غير حضرتك إحنا بنعيد تاني عشان نعمل trial جديد عشان بنزوّد برضه المجموع. مع حضرتك إحنا بنعمل حاجة اسمها early admission عشان ندخّل جامعات، فبندخل كذا جامعة وكل جامعة طالبة فلوس قد كده عشان نقدر ن ندخّل ولادنا ونعمل لهم الearly admission. فشوف حضرتك قد إيه علينا، يعني هل إحنا مليونيرات؟ هل أنت حضرتك يعني أو المسؤولين للدبلومة الأمريكية بلاش حضرتك، هل هم متصورين إن اللي دخّلوا الدبلومة الأمريكية هم يعني ناس بترمي ماشية بالفلوس توزّع فلوس؟ إحنا فعلًا في مأزق ويعني أكتر حاجة محسّسانا إن ما فيش حد معانا، يعني ما حدّش مسؤول كده بييجي يقول لك إيه، أساعدكم إزاي، طب نعمل إيه، طب نحاول نصدّق في حِتَت تانية، طب نحاول نعمل لكم نأجّل التصديق لحد آخر ما تدفعوا مثلًا المصاريف وتخلصوا من
ما فيش حد حوار معانا، ما حدش بيناقشنا يحل لنا حتى مشاكلنا، حاسين إن إحنا مهملين، مش عارفة ليه. هل الدبلومة الأمريكية أنتم مش الغوها في مصر خالص، ما تخلّوهاش، بس ما توقّعوناش فيها وتدخّلونا فيها وتخلّوا ولادنا فيها، و وبعد كده بتسيبونا مش عارفين نعمل إيه. أرجوك يكون المسؤولين يوصل لهم المسؤولين عن الEST، المسؤولين عن الدبلومة الأمريكية، إيه حلّنا؟ إيه الفلوس كتير أوي اللي بتدفع دي؟ إيه المبالغ الباهظة دي اللي إحنا بنتحمّلها؟ أرجوكم يعني الرأفة بينا، ويا رب يكون الفيديو ده يوصل لمجموعة كتير. حاولوا تشيّروه يا جماعة، لإن فعلًا، فعلًا مهم إنه يوصل لأكبر عدد يساعدنا. يا رب يوصل للمسؤولين تساعدنا في حل مشكلتنا، والسلام عليكم.